من بعد ما خدمت الخليط مزيان قسمته على جوج، نص نخليه بيض ونص غادي نزيد فيه الشكلاط الاسود. والشكلاط الاسود ثاني كيبقى على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغيهم كحلين بزاف راه كيدير حتى 3 المعالق، واللي كتبغي شويه كديري 2 معالق. انا درت تقريبا 2 معالق كبار ديال الشكلاط الاسود. وبالنسبه للعجينه راه خصها تكون هكا ثقيله باش ما تهبطش. ملي كنديروها في الكويسات ديال لي كوب كيك ما كتهبطش، اما الا كانت خفيفه راه دغيا كتهبط وما كتطلعش، ما كتجيش منفوخه، كتجي هابطه. من الاحسن تكون ثقيله على هذا الشكل هذا. صافي. ومن بعد ملي عمرنا دوك سميتو نبقى نزوق دابا بداك الشكلاط كنحطهم من الفوق. دوك لي بيبيت راني قسمتهم وكنزوق بهم من الفوق. ولدي انا كنزوق وتيقول لي الشكلاط زيدي الشكلاط، هو راه كيعاونني، هو راه كيحط معايا كنقول ليه زيد عاوني وراه كيزيد يعاونني. كيقول لي عمري لي الشوكولا حيت ما كتعجبهمش الشكلاط. صافي وكنكملوا بهذه الطريقه هذه. وحتى نفس الشكل بالنسبه للخليط العجين الابيض اللي بقى حتى هو كنديروا ليه نفس الطريقه. ومن بعد ما كملناهم شوفوا تبارك الله ملي دخلتهم الفران كيفاش كيخرجوا منفوخين وكيجيو هائلين ومفشفشين وجاو زوينين بزاف، جاو ناجحين 100%. المهم في الفران 180 درجه كيكون مسخن قبل ما تدخلي الحلوه، خص يكون الفران سخون. 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه، زعما هذا هو الجهد ديال الفران وتخرجيهم. راهم كيجيو زوينين وما تقدميهم للدراري في الكوتي هكا وليدهم معاهم مدرسه ولا المهم كينفعوا الدراري بزاف. داك شري لي بسكوي يكونوا عندك هادي في الدار، كنديرهم في واحد الطويصه كيبقاو عندي ديما كيتقادوا لي، كنعاود نديرهم كيجوني ساهلين وكيجيو زوينين. وكنتمنوا يعجبوكم وتشجعوني وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.